انتوا متخيلين ان حرمة هدم الكعبة، حرمة الكعبة الشريفة، من حرمة ظلم العباد، بل حرمة ظلم العباد أكبر؟ في الحلقة دي هتفهموا كل التفاصيل. أتمنى تغيروا، وأنا كمان هتغير بعد الحلقة دي. السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست لا تعلى الريحة مع سارة معتز. الحلقة دي هنتكلم عن ظلم الناس، اللي احنا ممكن نبقى بنظلم واحنا قاعدين كده في مكالمة تليفون ولا 3 4 15 مرة في اليوم واحنا قاعدين مش مركزين، وبسبب ده نشمش ريحة الجنة. ربنا يعافينا أول حاجة ويهدينا. اللي أنا قلته شوية هو إنه حرمة الكعبة الشريفة من حرمة العباد عند ربنا سبحانه وتعالى. هدم الكعبة الشريفة وانتهاك حرمتها، انك تنتهك حق دم، مال، شرف، حياة حد، أكبر عند ربنا سبحانه وتعالى من هدم الكعبة الشريفة. انتوا متخيلين الموضوع بالنسبة لربنا عظيم ازاي؟ واحنا بشر مش مستهونين بالموضوع، مش مدركينه. موضوع كبير، والموضوع مش الظلم. اقول انا ما بظلمش حد، انا الحمد لله، انا عمري ما كلت على حد فلوس، عمري ما كلت على حد حقه، دايما بدي الناس حقها. اوكي، بس انتي ممكن تبقي ظلمتي حد في قعدة سمر مع عيلتك واصحابك، وكلنا هنقع في الغلطة دي غير ما تاخدي بالك. لا يا شيخة، ده بيقولوا ان هي مش محترمة قوي. لا، بيقولوا ان هي يعني اخلاقها مش مظبوطة شوية. سمعت من فلان الفلاني ان هي عملت كذا 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 في الدرع، سمعت مش عارف ايه، سمعت كذا كذا كذا. والرجالة بقى، سمعت ان فلان الفلاني فلوسه مش حلال، مشي بطال، عداد بقى سيئات، مكمل 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 معانا، يحرمك من دخول الجنة. الظلم في زماننا ده بقى بين، واشكاله كتير قوي. اللي ياكل حق واحد بيشتغل عنده عشان عارف حاجته للشغل وحاجته للفلوس، يستغلهم اقصى استغلال كانهم عبيد وما يدهمش فلوسهم في الاخر بكذا حجه وبكذا مش عارف ايه. انا بشوف الكلام ده، بروح سوبر ماركت واحد يعدي صباح الخير انا خدت بقى كيكه وعصير، يلا خليها عليك المره دي، ويحرجوا ويكسفوا كده، انك كانك بتاخد حاجه غصب عن الشخص اللي قدامك، بانك بتكسفه وبتحرجه، واللي هو مش عارف تقولي لا، ده انت بتتعدى على حقوق غيرك. الاشخاص اللي بتأذي الناس نفسيا وتظلمهم، تتكلم عليهم مما ليس فيهم، ويعشموا الناس بحاجات وبتاع، وفي الاخر كله في الهوا، ده كله ظلم. وانتوا في بالكم بقى اللي هو لا انا ما عملتش حاجه غلط، عادي عادي، دي الحياه قرارات، والحياه اولويات، والحياه. لا، ده ظلم، ده ظلم. ربنا بيسامح في حقه وبيغفر لنا، بس مستحيل يسامح في حق عباده. قارنها بانتهاك حرمة الكعبة مشرفة، انتوا متخيلين؟ ده غير بقى اللي بيضرب متفاخر بجسمه، وانا جامد وانا عملت وانا سويت اصل هو واحد ضعيف فضربته وانا ماشي على قفاه، وانا عملت وانا سويت وخبطت واديته بوكس وما ادري شطارة. لا، ده ظلم برضه، ده ظلم. اللي بيتحرش بقى بدي واللي بيعمل ده وكذا وكذا وكذا، بالنسبة له عادي، هو كده روش. لا، اللي بيتكلم على بنات الناس، اللي بيتكلم واللي بتتكلم على بنت زيها، girls for girls. اوكي، تتكلم على البنات وبتعمل نفسها بقى جامدة. اه البنت دي سمعت ان هي مش عارف ايه، اه البنت دي بتعمل كذا كذا، مستحيل اعمل اللي هي بتعمله. ده حرام. انت عارفة ان هي ممكن بسبب ده تطلعك بره الجنة وتدخل هي الجنة؟ اه والله. تخيلي كده، بعيد الشر عليا وعليكي،
بعيد الشر عنا كلنا. واحدة يوم القيامة عدت من كل حاجة على الصراط المستقيم ما شاء الله، عدت منه كل الخطوات اللي تدخلها الجنة، والمراحل عدت منها سالمة غانمة، شايفة الجنة بعينيها. جت عند الجزء بتاع القنطرة، أنا يا جماعة لسه عارفة القصة دي النهاردة، يعني هي أثرت فيا بشكل مش طبيعي. لقيت واحدة واقفة لها بتقول لها لا، يعني انتي مش هتدخلي الجنة، فاكرة يوم كذا الساعة كذا لما قلتي عليا مثلا واحد اتنين تلاتة، أنا مش مسامحاكي، انتي ظلمتيني في حقي، وأنا دخولي الجنة متوقف على حسنة، وهيبقى دخول التانية النار توقف على حسنة، تاخد منها الحسنة اللي اتكلمت عليها بيها، ودي تروح النار ودي تروح الجنة. يا جماعة الموضوع بيقشعر، موضوع بشع، واحنا بنستهون بكلماتنا، والناس اللي كلامها زي السم حرفيا لغيرها، واللي بتستهون وبتكسر قلب الناس وهي ماشية وبتقلل منهم وبتظلمهم بالأفعال وبالكلام، والصحاب اللي مع بعض اللي بيضحكوا على بعض وبينافقوا بعض ويتكلموا على بعض، يقعدوا سنين مع بعض وفي الآخر لك لا دي مش صاحبتي، دي أنا ماليش فيها كتير، أصل دي كذا، دي بتعمل واحد اتنين تلاتة، بتحكي لي على نفسها كذا كذا، يتكلموا في أعراض بعض. الراجل اللي بيظلم مراته، اللي بيمد ايده عليها، بيطول عليها بايده وبلسانه وبيظلمها، اللي يقولك ده ملهاش حد، ملهاش اهل، اهلها مش هيعملوا لي حاجه، ده ظلم بين، ده ظلم بين، ده انت ظالم، يعني ظالم بني ادم، وظالم بني ادم ضعيف عند ربنا، عشان انت استقويت عليها برجولتك وان انت جامد يعني. اللي بيظلم ولاده، اللي بيضرب، تشوف الحاجات غريبه، ناس بتعذب ولادها وبتضربها وبتعمل في جسمها، ده كله ظلم، ده انت بتستقوي وانت بتستقوي على حد ضعيف، على اطفال. الناس اللي بتظلم الناس اللي بتشتغل عندهم، واحد بيشوف حاجات مش بشر، بيضربوا اللي بيشتغل عندهم، العامل والعاملة، ويهنوهم. دعوة المظلوم لا ترد يا جماعة، دعوة المظلوم لو كافر، لو كافر لا ترد، لو مؤمن كده بيصلي وبيصوم، أحسن حد في الدنيا ظلم كافر، والله ده كافر يا عم، ملوش حق عند ربنا، لا، هيقتص منك برضه. واحنا القصاص يعني عندنا في الدين يعني معروف، اذا القصاص في الدنيا ربنا هيسامح في العباد، في حق العباد في الاخره، لا. راجعوا نفسكم يا جماعه، راجعوا نفسكم يا جماعه، ما قدرتش ما اطلعش اقول لكم الكلمتين دول، لعل وعسى حد يتغير، ده بعد كده ده احنا يا لهوي، وكل انسان رقيب على نفسه، يعني الظلم بيبقى باللسان وبالفعل وبالايد، خدوا بالكم، الظلم ده انت بيسبب فساد المجتمع، واحد يبقى ظالم مثلا واحدة ولا ظالم حد ومبهدله، يقول لك انا ما عملتش حاجة، انا مش ظالم، كبر بقى، ربنا يعني يعني خليهم في طغيانهم كده، يعمي بصيرتهم عن نفسهم، ده ابشع حاجة، اما ربنا استغفر الله العظيم يا رب كده، زي ما بيقولوا ايه، بيطبع على قلبك كده وبيخليك انسان عديم القلب واحد شاف ناس كده صراحة، شاف ناس كده يعني، ربنا يا الحمد لله يا رب، يعني ربنا يعافينا، محدش يستكبر على المعاصي، يعني دايما نشوف حد بيعمل حاجة نقول قلت لكم كده في رمضان، ربنا يا رب يهديهم ويعافينا ويبعدنا وما نعملش كده، عشان لو حد هدينا فهو ربنا. دايما نسأل ربنا ان احنا نبقى ناس رحيمة، رحيمة، ارحم ترحم، ارحم ترحم، كل حاجة بتترد يا جماعة، يعني هي هتترد لك في الدنيا وفي الاخره هتتاخد من حسناتك، ممكن ما تدخلش الجنه. يا جماعه انتوا متخيلين احنا ممكن ما ندخلش الجنه اصلا، دي حاجه بالنسبه لي مرعبه،
متخيلين احنا ممكن ما ندخلش الجنة بقى بسبب كلمة بلاش تتقال، مش لازم نتكلم، لو هنبقى ساكتين طول القعدة بجد مش لازم. بجد بكلم نفسي قبل ما بكلمكم، مش طالعة بقول لكم ان انا لا يا جماعة، الواحد بيغلط كتير كتير، وافضل استغفر يا رب استغفر يا رب، انا مالي يا رب، انا مالي، انا مش دعوة. احذروا، والله احذروا اللسان، اللسان ده يودينا في داهية. اللسان بلساننا بس، ليه ادخل النار بسبب لساني؟ ليه؟ الواحد كلنا ربنا ساترنا يا جماعة، والله العظيم ربنا ساترنا، ربنا يا رب ما يرفعش ابدا ستره عنا. محدش ملاك ولا حد في الدنيا ملاك، كلها ماشية بستر ربنا. وهرجع اقول لكم الظلم ظلمات يوم القيامة، بيظلم هيشوف ظلمات يوم القيامة، وهيشوف اهوال وهيشوف عذاب. ليه راجعوا نفسكم. يعني اعطي كل ذي حق حقه. اللي بياكل مال اليتامى، واللي بياكل مال اخواته في الورث، واللي بياكل، واللي الناس تبقى مستأمناه على سر ويروح يفشي ويتكلم عليهم، مستأمنه على فلوسهم وياكل فلوسهم، واللي بياكل حق الناس لا، لا يا جماعة، لا يا جماعة نراجع نفسنا بليز. بس، ويا جماعة يعني احنا فيها، احنا لسه في الدنيا، قادرين نستغفر وقادرين نتوب. كل حاجة لسه هتنتهي، يعني الحمد لله ان الدنيا بتنتهي، الحمد لله. بس تنتهي ازاي بقى؟ تنتهي واحنا مبسوطين. عرفت حاجة برضو ان يوم ان شاء الله، يعني بعد ما خلاص كله كده، اللي دخل النار دخل واللي دخل الجنة دخل. انا يا رب كلنا ندخل الجنة يا رب يا رب. ربنا يعني هيقول الملائكة يجيبوا كبش ويذبحوه، لو انا بقول القصة صح نفس ما اتقالت لي، هيذبحوا الكبش ده. فلما اول ما الكبش ده يتذبح، هتبقى انتهت بجد. اللي راح النار راح الجنة راح، خلاص تبقى خلصت. بس من رحمة ربنا علينا برضو ان كل من قال لا اله الا الله مش هيخلد في النار، خلود هيبقى الجنة، هيدخل النار. واكيد محدش فينا حابب يدخل النار ولو ثانية، كلنا اعتقد عايزين نعيم الجنة يا رب. ربنا يا رب يغفر لي ويغفر لكم كل ذنوبنا، يجعلنا دايما عندنا نور البصيرة، وندخل الجنة واحنا نبقى صحبة كلنا يا رب. يا رب نفسي كل الناس اللي بعرفها في حياتي، كلنا يعني مش حاسة ان النار دي، لا، لا يا رب لا، ان شاء الله يعني. لا، خلي عندنا يقين بالدعاء يعني. وبس. تدريب الحلقة دي بقى هو أول حاجة في القعدات بتاعة الصحاب والعيلة، قعدات النميمة الجميلة دي اللي كلنا متشوقين ليها، جوسبس بقى وكده. دايما نراجع نفسنا، نراجع كل حاجة هنقولها وهنسمعها، والقعدة لو فيها كلام على الناس انصحوا، انصحوا، انصحوا. ما نفعش يعني انسحبوا من القعدة. خليكي رقيبة على لسانك. تاني حاجة، دايما قبل أي حاجة فكري دي ليها حق عندي، حتى لو جنيه بتاع السوبر ماركت، والله لو ليا عنده جنيه، لو ليه عندي جنيه، خد 5 جنيه ويبقى لي ولا يبقى عليا. انام كده مظلومه ولا انام ظالمه، بس ابقى مسامحه يعني فلوسي. بتكلم كونسبت ان انا انام مظلومه، حد ظالمني وبعيط، ولا ان انا اظلم حد ابدا. دايما بابا كان يقول لي ايه، خلي يا بابا ليكي وما تخليش عليكي، انا هسامح، انا ايه ضمني اللي قدامي ده هيسامحني ولا لا. بس. ثالث حاجه، ما تبقوا لسانكوا هينطق. اتكلم على اللسان بقى، الناس اللي بتضرب وتقتل وتاكل فلوس وكده، دي ما اعرفش بقى يعني، ربنا يعافيكم. تلاقي نفسك هتتكلم، قول ربنا يهديهم يا رب ويعافيني ويبعدني وما اعملش كده في يوم من الايام. وبس. كده هتبقى خلصت حلقتنا، يا رب يا رب تبقى حسنات جارية ليا ولأي حد هيتفرج عليها ويبعتها لحد. وبس. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من بودكاست لاتيه على الريحة، مع سارة معتز، الجمعة الجاية الصبح.